مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ احنا نبدأ من النهارده كده سلسلة من صلوات الكتاب المقدس، يعني زي صلوات نحمية، صلوات منسى، صلوات عزاريا، صلوات حنة ام صمويل، صلوات زكريا الكاهن، صلوات يونان. النهارده معانا ابونا في الباتير، طبعا غني عن التعريف، كاهن كنيستنا، هيكلمنا عن صلوات يونان. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. واحنا بنتكلم على الصلاه، والحقيقه لما ناقشنا موضوع صلوات انبياء العهد القديم او صلوات القديسين، فمن ضمن الصلوات اللي دايما بحبها خالص صلاه يونان النبي. واحنا عارفين طبعا يونان النبي وعارفين القصة بتاعته، لكن مع بعض احنا نراجع الكلام ده النهاردة ونشوف الكتاب المقدس. يقول: وصار قول الرب إلى يونان ابن أمتاي قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة. ده صوت مين؟ صوت ربنا. الدعوة جاياله من عند مين؟ من عند ربنا. واحنا كمان كلنا في خدمتنا. هو مش لازم ان احنا نقول ده خادم في الكنيسة وخادم، لا، كل واحد فينا في حياته لازم تكون له خدمة. كل واحد فينا، مش لازم بس الاجتماعات او التربية الكنسية، مش هي دي وبس الخدمات، لا، كل واحد فينا لازم يكون له خدمة في حياته الشخصية. ممكن تبقى خدمة في بيته، ممكن تبقى خدمة مع الآخرين إن كان في أعمالنا أو إن كان خارج البيت أو في أصدقائنا وقرايبنا. بس لازم آخد قرار الخدمة بالذات. لو كنت ماشي مع ربنا أخده من مين؟ من ربنا. قال له قوم، اداله الأمر، وده أمر لازم ينفذ. ما دام ربنا قال يبقى احنا لازم ننفذ قرار ربنا. وقال له ايه بعد كده؟ ونادي عليها لأنه قد صعد شرهم أمام الله. رايح في مهمة، الناس في أشرار، والناس مشوا بعيد عن ربنا، والناس خلاص ربنا ما بقاش رقم واحد في حياتهم. فرايح في المهمة ان يرجعهم تاني لحضن ربنا، زي ما كنا بنقول في الترنيمة دلوقتي. دي مهمة. المهمة دي مهمة طبعا صعبة جدا. واحنا كمان ممكن يكون حد في بيتنا، ناس كتير تقول مثلا الزوج او الزوجة ما بيروحوش الكنيسة خالص يا ابونا. لسه النهاردة كان في مكالمة، واحدة سنها كبير جدا وبلغ من العمر، هي وجوزها وابنها بيتحدد له الاكليل بتاعه، وبتبكي ان هي حاولت ان جوزها يدخل الكنيسة وباءت بالفشل. او ممكن العكس، واحد يكون برضه بيكلم الزوجة ويقول لها ما ينفعش، هو مش البيت بس، ان عندنا مرسى ومريم، دي خدمت ودي خدمت. مهمة ان انا ادعو الاخرين علشان يتعاملوا مع ربنا، دي مهمة صعبة جدا. عشان كده ما نكتفيش وبس ان احنا مثلا هتيجي الكنيسة معانا النهاردة، لا مش جاي. انت كل اسبوع اجي اقول لك انت تعبتني، ما هوش ده الطريق، مش هي دي الخدمة. ممكن يكون جوزك او اي الشخص اللي انت بتطلبي منه، ممكن يكون الشخص ده طريقة كلامك ليه بيحس ان انت قديسة بالنسبة ليه، ان انت حاجة يعني الكنيسة دي بالنسبة ليك حاجة، تقول خلاص خليها تشبع بالكنيسة بقى. لكن انا اما اقدم اللي قدامي ان انا مهتم بيه، ان هو جزء من حياتي، وانا وهو يبقى ربنا جزء من حياتنا، في الحالة دي ربنا يدي النجاح لكل واحد فينا. والله ضابط الكل، شايف كل حاجة، بيتابع كل البشر، وهو رغبة ربنا في حياتنا كلنا أن جميع الناس يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. كل الناس
تبقى تاخد الخلاص يعني اتعامل مع ربنا بقلب مفتوح، وزي ما هو هنقول بعد كده ربنا ده هدفه. شايف اهل نينوى محتاجين، بس للاسف الشديد ان الشخص اللي ربنا اداله المهمه محتاج لازم يراجع نفسه، محتاج يتقرص قرصه كبيره عشان هو يرجع ويرجع معاه اهل نينوى. يعني انت يا رب باعت يونان عشان في هدف كمان له غير هدف ان انت ترجع اهل نينوى. ما هو يونان مديله الدعوه، وطبعا كلكم عارفين هو رافض الدعوه، وهو برضه اللي هيقوم بيها لان ده قرار ربنا. بس ربنا عايز ينتشل يونان وعايز يوصله في قمه روحيه عاليه جدا، وده اللي احنا عايزينه. ما تجيش تكلمي جوزك او تكلمي اي حد او ابنك او بنتك وانت ما عندكيش اي قامه روحيه، مش قاريه حاجه، مجرد انك بتيجي الكنيسه وخلاص بنحضر الاجتماع وبس، ده مش كافي. انما تعاملك مع ربنا والنعمه اللي هتحل في حياتك دي من عند ربنا تخليكي تقدري تقنعي اي انسان يجي يدوق طعم ربنا ويجي الكنيسه عشان يشوف ربنا. رحت الكنيسه كتير ما شفتش ربنا، طب تعالى معايا. وممكن الطريقه الحلوه اللي احنا بنقدمها لكل حبايبنا عشان يجوا يتعاملوا مع ربنا تخلي الانسان اللي جاي لاول مره يقول انا شفت ربنا النهارده. طب وانا ما شفتوش؟ ممكن انا اللي قايل لك او انا اللي قايله لك وما شفتش ربنا، ممكن. بس هو ربنا قابله في الكنيسه وحس ان كل الناس بترحب بيه، حس ان في مكان مريحه خالص، حس في مكان شامم ريحه المحبه، قابل ربنا، شاف ربنا، اتعامل مع ربنا. يبقى لازم ده، هو مش لازم نشوف ربنا بعينينا، لا، احنا نشوف ربنا بتأثيره في حياتنا، وده يبقى حاجه جميله خالص. ويمكن انا حكيت لكم او حكيت في احد العظات في القداسات ان الناس اللي كانوا في الاتوبيس بتاع ابونا عبد المسيح المناهري بقوا او ابونا صمويل، دول بقوا شايفين المسيح كلهم في وسطهم، بس كل الناس اللي ماسكين سلاح الظلام اللي كان قدامهم مش شايف حاجه خالص. ربنا موجود وهم مش شايفينه. ايوه، وممكن اجي الكنيسه ويبقى ربنا موجود مش شايفه. ممكن فعلا ابقى قاعد ومش حاسه بربنا. احساسك واحساس كل الناس هنا بربنا، بوجود ربنا في الكنيسه. انت شفت ربنا، انت هتلاقيه طبطب عليك وانت قاعده ويقول لك خدي بالك شويه، ما هو انت جاي القداس علشان هتقابليني دلوقتي، يبقى تجهزي كده وتلاقي نفسك انت كمان مبسوطه وفرحانه على انك انت بتشوفي ربنا وبتتعاملي مع ربنا في وجودك هنا في الكنيسه. ويقول كده الكتاب المقدس: مؤدبا بالوداع المقاومين عسى ان يعطيهم الله التوبه لمعرفه الحق فيستفيقوا من فخ ابليس. ربنا بيأدب اي انسان وعايز يفوقه من شرور ابليس فيقوم يدخله في ضيقه. وهنشوف دلوقتي معانا يونان وصل لحد فين، ونشوف احلى صلاه نسمعها مع يونان النبي. فقام يونان اول ما سمع الكلام قال وانا هنفع المهمه دي. ابتدى بقى ربنا يعالجه، ابتدى العلاج اهو. يتعالج ازاي؟ هيهرب. الهروب هو علاج. ايوه، ما هو ربنا هيجيبه ازاي من الهروب ده؟ كلكم حافظين طبعا القصه. لما هيجيبه وهو بيجري وهربان منه هيعرف ان انا هو ربنا شايفنا على طول. هو ربنا حاسس بيا. انت اللي مش حاسس بيه. انت فاكر ان انت لما تهرب في اخر الدنيا الترشيش دي ده مسافات طويله بينها وبين نينوى، فهو فاكر اني لما ابعد بالمسافات يبقى انا ربنا مش شايفني. كل ده يونان اللي هيقوم بمهمه ان ينقذ الشعب ويخلص اهل نينوى. لسه ما ينفعش يخلص اهل نينوى دلوقتي. لازم ربنا يدربه، لازم يبقى له عمق روحي جميل، لازم يبقى انت وانت بتدعي اي ناس يتعاملوا مع المسيح او يجوا الكنيسه لازم يكون عندك بعد روحي، مش مجرد ان انا بتكلم، مجرد ان انا بقول له انا بروح الكنيسه بس انت ما بتروحش، انا بروح الكنيسه بس انت ما بتروحيش. تخلي اي حد ممكن يقول مش رايح الكنيسه، هي فاكره ان هي يعني من القديسين ولا ايه. فخدوا بالكم ان الانسان لازم لما يدعو اي انسان لحاجه كويسه يبقى عنده عمق طبعا روح. قام يونان ليهرب الى ترشيش من وجه الرب ووجد سفينه ذاهبه الى ترشيش فدفع اجرتها. رايح دماغه ودفع الفلوس كمان عشان ما يرجعش في كلامه. هيهرب.
ونزل فيها ليذهب معهم الى ترشيش من وجه الرب. ماشي بعيد عن ربنا. هو انت ما سمعتش يونان ابدا وما تعاملتش مع ربنا؟ ابتدى ربنا يتعامل معاه علشان يرجع ويخلص هذا الشعب ويعطينا الصلاة اللي احنا بنتكلم عنها. فارسل الرب ريحا شديدة. ابتدى ربنا بقى يتعامل مع يونان. ركب السفينة. ابتدى نشوف السفينة هيجرى لها ايه؟ تكاد ايه؟ تغرق. مش كده؟ خلاص السفينة ما بقاش انا في السفينة متعلق في المية، انا والبحارة الموجودين في السفينة. مفيش، انا بعيد بقى عن الارض وبعيد عنكم، وبينفرد بيا ربنا، ويلا بيعلمني، ويلا بيديني بعد روحي، يلا بيخليني ارجع لنفسي وارجع ليه. يونان النبي ربنا حب يرجعه لنفسه قبل ما يرجع شعب او اهل نينوى. وبعد القصة الجميلة دي يصلي اجمل صلاة واحلى صلاة، ويعلمنا ازاي نصلي يونان النبي لما ربنا يسمح لنا باي ضيقة او اي تعب. ان ما كناش نمر بالضيقات والالام مش هنقدر نشوف الصليب ابدا، مش هنقدر نشوف ربنا. في وسط الضيقه 3 فتية كانوا في النار وربنا واقف جنبهم، هم بيتحرقوا هيتحرقوا ولقوا ربنا في وسطهم. كلكم حافظين القصص كتير في الكتاب المقدس. فارسل الرب ريحا شديده الى البحر فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينه تنكسر. ايوه. فخاف الملاحون اما يونان فكان قد يونان بقى نزل تحت في السفينه ونام بيشخر. يعني نام بقى ايه؟ ولا خلاص هو في الامان، حس ان هو في الامان. انا خلاص ربنا بعتني وانا نازل تحت كمان وفي الميه، ولا هو شايفني ولا في بيني وبين ربنا علاقه. خلاص ما يقدرش ربنا يأثر عليا. ونام نوم شديد ونوم عميق. انا لما بتأمل في ده اقول ده كان ينام ازاي؟ حتى اللي يعني يخاف يقول انا هنزل تحت، اول مره اركب السفينه دي وانزل تحت وانام كده، ونوم وانا عمال اشخر وحاجه كده خالص، مفيش اي حاجه كده. لكن ربنا خلاه يبقى في سبات عميق تماما، زي ما كنتوا شايفين لما كان شاول وداود وعمالين يجروا ورا بعض، وشاول عايز يقتل داود باي نظام، يقوم ربنا يسمح ان شاول يروح في النوم، ويجي داود يقطع ايه؟ جزء من ثيابه وهو نايم ومش حاسس بحاجه. كل ده ربنا سامح بيه. يعني المواضيع دي كلها يا احبائي مش مواضيع كده بنقولها مجرد للحكاوي او بنقول بس كلمات وخلاص. لا، ربنا قصده انه ينام نوم عميق واستريح قوي يا يونان. بس هتطلع بقى تشوف الكلام الكويس، تشوف اللي حاصل في السفينه. مش حاسس السفينه هتغرق وهو نايم نوم عميق. بس لازم نعرف ان لما ربنا يختار انسان يبقى ربنا شايف حاجة حلوة في الإنسان ده. مش أي إنسان ربنا يختاره عشان يقوم بمهمة. خدوا بالكم، ربنا لما بيختار واحد فينا مش بيختاره كده، لا، ضابط الكل، عارف الكل كويس، هو الخارق، هو اللي مشكل كل. قبل ما صورتك وأنت في بطن أمك عرفتك. قبل ما يبقى لك صورة جوه بطن ماما، يعني قبل ما كل واحد فينا يبقى لسه يدوب خلية أو جنين صغير، يقول عارف كل حاجة عنك. تقوم انت بقى تهرب يا يونان وفاكر ربنا مش هيشوفك. لكن ربنا بيبتدي المدرسة بتاعته علشان يعلم، واحنا نقول ورينا المدرسة يا رب عشان نتعلم، علشان فعلا نكسب نفسنا ونكسب الناس. مطلوب يونان يكسب نفسه ويكسب كمان الشعب ومع المسيح كل ده. ربنا دخله في كل ده علشان نشوف كلنا قد ايه ربنا زي ما بنقول يجرح ويعصب ويداه ايه. انتوا نايمين ولا نايمين؟ هنام زيكم مش هعرف اقول حاجه. ده لازم تتكلموا معايا ولا ايه؟ لا انا شايفكم بوزين كده، حاجه مش معقوله، حاجه تسد النفس تقطع القلب، مش كده ولا ايه؟ مركزين؟ طب انا عليا اركز انا بقى زيكم بالظبط. نكمل. الملاحين البحاره اللي موجودين خافوا. ويونان ماله؟ ايوه كده، يونان ماله؟ ايه يا يونان بس ايه اللي حصل لك يا حبيبي؟ ما انت خالفت ربنا وعايز تجري وتبعد عن ربنا وعايز تنفذ كلامك على ربنا وكمان نايم. يعني انت مش حاسس بربنا خالص كده. لكن بس اكيد في شعرة بتربط يونان بربنا تخلي ربنا يقول هو ده اللي هيخلص اهل نينوى، هو ده اللي هيديهم الخلاص اللي انا مديهوله علشان ينقلوا بالظبط ليهم ويبقى ناجح في المهمة بتاعته.
فجاء إليه رئيس النوتية وقال له قم اصرخ إلى إلهك. يا عم قوم بقى اصحى. قال له قوم اصحى يا عم. الناس اللي كانوا البحارة دول حكايتهم ان هم مش يهود، بس كانوا بيكرهوا اليهود واليهود بيكرهوهم. ويونان كمان كان يهودي، فأصبح يونان بيكره الناس دي وهو يتمنى الهلاك ليهم. لكن الناس دي طلعوا ناس كويسة خالص. شوفوا البحارة يعملوا ايه. قالوا له قوم صلي للرب بتاعك، احنا ما نعرفش انت بتعبد مين، واحنا كمان كل واحد فينا يصلي. الله، هو انتوا محتاجين صلاة يونان؟ الناس ما عندهمش، مش متعصبين زي ما بنشوف دلوقتي. الناس كل واحد يصلي إلهه. احنا في مشكلة واحنا في مصيبة عايزين نطلع منها كلنا، يلا كل واحد يصلي لإلهه. شوف قد ايه الانسان، شوف قد ايه محبة البحارة، شوف قد ايه. لما يونان قال لهم انا عارف، ابتدى يصرح لهم ويقول لهم انا عارف اللي حصل ده انا السبب فيه، ارموني بقى يلا في البحر. مش كده؟ انت حتى مش عايز تخلص تخلص نفسك من ربنا، تقوم يرموك علشان تغرق. شوف وصل في تفكيره لحد فين. احسن لي ان انا اغرق من اروح نينوى. ومع ذلك ربنا مطول باله عليه، وابتدى ربنا يزنق عليه شويه ويبتدي يقرص عليه شويه، وشايف الدنيا هايجه فبيقول لهم ارموني. البحارة بيعلموه كمان، بيقولوا له احنا بنقول لك صلي، وخافوا يرموه. هم ابتدوا يصلوا وبقوا خايفين قوي، ده نرميه ازاي بس. وبعدين في الاخر كان القرار ما دام ما فيش حل، بعد ما وقعوا عايزين يوصلوا حتى للبر بالسفينه ما قدروش، فقالوا يبقى هو الحل هو يونان. بس احنا نطلب من ربنا ان يسامحنا، لان احنا مش عايزين نموته، بس هو السبب احنا مش عارفين ليه. ما هم كمان ما بيعرفوش ربنا البحاره، لكن على الاقل قلوبهم جاهزه ان هي تتعامل مع ربنا، وفي قوه تانية تقدر تسندهم. مين القوه التانية دي؟ الناس كانوا زمان يشوفوا الشمس دي قويه قوي يقوموا يعبدوا الشمس. هم عايزين قوه، هم شايفين ان فيها قوه. صحيح ما يعرفوش ان ربنا اللي هو ضابط الكل وهو حياتهم، لكن شايفين عايزين يشوفوا قوه. قد تكون الشمس دي في الوقت دي تاخد الصفه بتاعت ربنا عشان القوه اللي كانت في الشمس، بس هم ما يعرفوش حاجه عن ربنا. بس ماشي كلمات داود النبي هو بيقول أين أذهب من روحك يا رب، ومن وجهك أين أهرب؟ هروح منك فين يا رب؟ يقول كمان إن صعدت إلى السماء فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت، إن أخذت أجنحة وعملت كل حاجة برضو فهناك أيضا تدين يدك وتمسكني عينيك. ده في مزمور 139. ربنا استخدم الطبيعة علشان يرجع يونان. ايه الطبيعة؟ الموج. برافو عليك. حرك الموج والسفينة هتغرق علشان يحرك قلب يونان، علشان يجهز يونان للمهمة الكبيرة. وبالراحة واخده بالليل، تقولوا هو بالليل وهو هيغرق؟ لا، ربنا عارف هيعمل ايه، وزي ما احنا بنشوف بعد كده علشان يحمس يونان. جميل، انا عايز حد يشترك معايا، اشتركوا شويه معايا. فربنا علشان يحفز يونان فابتدى اهو هيصلي هو برضو. والمهم بعد كده عشان ما نطولش، البحاره ابتدى الكل يصلوا، وفي الاخر لما طلب منهم يونان ان يرموه في البحر لكنهم رفضوا في البداية، وبعد كده قالوا ما فيش حل. زي ما قلنا لا يوجد حل غير إلقائه في البحر. وصرخوا إلى الله لكي يغفر لهم خطاياهم. شوفوا قد ايه يا اخوانا ما يعرفوش ربنا. الملاحون دول او البحارة دول ما يعرفوش ربنا، ومع ذلك كانوا بيصرخوا علشان اللي يقدر يرحمهم يرحمهم، وخايفين. شوفوا يا اما ناس بتعرف ربنا كويس وتعمل الخطيه وعينها يتدب فيها رصاصه وعماله تعمل الخطيه وماشيه في طريق الخطيه بكل بجاحه قدام ربنا ولا حس ولا خبر. لكن الناس دي رغم انهم ما يعرفوش ربنا لكن طالبين قوه ان تسامحهم القوه دي على اللي هم يعملوه علشان هيرموا يونان في الميه. مخافه الرب
رغم انهم ما يعرفش ربنا، لكن هو ساكب المخافة في قلوب البحارين، خايفين البحارة، خايفين على يونان، ومع ذلك قالوا يمكن ده اللي يهدي الدنيا. ونشوف نعمل ايه. علينا ان نطلب له ونصلي من اجله. وفعلا زي ما قلنا برضو ده هيعلمنا حاجة كويسة، ان احنا لما نكون عندنا انانية بتضيع منا كل حاجة. يعني ما الواحد يشوف نفسه بس ما يشوفش غيره، ده غلط. اهم الملاحين الاتنين ضد بعض، يونان يهودي وهم بيكرهوه وبيكرهوا يونان وهو بيكرههم، ومع ذلك علشان يكسبوا دوروا على يونان وفعلا كسبوا اكيد عند ربنا. واحنا ده المفروض علينا كلنا، ان حتى مهما الانسان كان مش كويس، لكن دي مهمة لينا كلنا، ان احنا نطلب سلامة الاخرين وندور على الخروف الضال، زي ما كان البحارة دول وما يعرفوش ربنا، ولكنهم كانوا برضو خايفين على يونان، ورغم انهم بيكرهوه ولكن برضو خايفين على يونان. احنا نقدر نعمل كده في حياتنا يا احبائي، ندور على الاخرين ونشيل الانانية من قلوبنا علشان نتمتع بحياة حقيقية مع المسيح. فده المفروض احنا ما نخسرش ده. احنا انانية اي واحد فينا بتخليه يخسر كل حاجة في حياته، كل حاجة في حياته. طول ما الواحد اناني وما بيحبش الا نفسه اكيد هيخسر كل حاجة. طول ما بتحب الاخرين انت جواك نعمة الروح القدس، اللي من ضمن صفات الروح القدس المحبة، او ثمار الروح القدس المحبة. عايزين يبقى في محبة للكل، ما تبقاش في انانية. ناس ما تعرفش ربنا ومع ذلك بيحبوا يونان، رغم ان بينهم وبين بعض زي ما بيقولوا كده مصانع الحداد، ومع ذلك بيحبوا يونان وخايفين على يونان السيد المسيح. ويقعد يونان ويحس وهو تحت في بطن، وهو تحت في لما رموه في المية والحوت لقفه بسرعة، والواحد بيستغرب. يعني كان ممكن لما يرموا يونان ده، ساعة ما يرموه ده، الواحد لو ماسك حاجة كده يقول انا عايز اضرب بيها حاجة من بعيد، ممكن ما تسيبش الهدف. ازاي هم رموا يونان والحوت فاتح بقه ويقوم نازل في جوه الحوت؟ ازاي ممكن ايديهم تتهز ولا حاجة؟ بدل ما يترمي يدخل جوه او يبلعوا الحوت، لا ممكن يترمي في المية. مين اللي ظبط ده كله؟ لما كان يلا يا ربنا حتى إلقاء يونان في جوف الحوت حتى كان بدقة متناهية. ينزل يونان ويقوموا رامينه يلاقي الحوت واقف له ويبلعه. كان ممكن يبعدوا عن الحوت بنص متر، بربع متر، بمترين، ويونان يغرق. لا، بس كل ده بترتيب إلهي. كل حاجة لها ترتيب إلهي ضابط الكل، تمشي كل حاجة بدقة متناهية ما دام ربنا اللي عاملها. حاجة جميلة خالص، واحنا بنبقى فاهمين ان ربنا مش شايفنا، مش عارفنا، سايبنا ليه كده؟ سايب ازاي؟ ده ادق حاجة في حياتك وادق حاجة في حياتك ربنا بيرتبها وانت مش عارف. ده لما جه يرموا البحارة اللي بيكرهوا يونان ويونان بيكرههم، بيرموه في المية علشان ينزل يلاقي حوت فاتح له بقه. ازاي الدقة المتناهية دي في الجو اللي كله امواج طالعة نازلة، ويقوم نازل كده ببق الحوت؟ ازاي؟ انا بستغرب صدقوني لما اقعد كده اقول حكمتك يا رب، دقتك ومحبتك للبشر تخليك يا رب كل حاجة بتتعمل بدقة متناهية. جربوا ده، انتوا حتى لما تيجوا الناس اللي بيربوا الطيور ويجوا علشان يحطوا لهم اكل كده ويلغغوهم او حاجة زي كده، معرفش انتوا عارفين كده ولا لا، يقوموا يجيبوا مثلا الذرة الناشف ده او ايه او الفول. ها، هو انا اللي هقول لكم؟ هو انتوا كمان من الستات ولا ايه؟ يقوموا جايبين علشان يلغغوا ان كان اي البط او الوز، ماسكين البق ويحطوا الفول او الذرة، ايوه كده، بايدهم في مين؟ امال الدنيا هايجه والريح هايجه، ويقوموا شايلين يونان بجسمه الكبير ده ويقوموا رامينه نازل عدل في ايه؟ ازاي ده؟ لا، ده مش هم اللي كانوا بيرموا،
ده كان اكيد في ملائكة ساندة، مش كده؟ ده كان اكيد فاتحة بق الملائكة، فاتحين بق الحوت، وكمان يونان ربنا مظبطه وينزل بسلام لجوف الحوت. وتيجي صلاة يونان بقى، شوفوا بقى لما يونان كده جوه الحوت بقى وابتدى يتعدل وابتدى يتعلم، شاف قد ايه اللي بيحصل ده، وهو اترمى ولقى الحوت مستنيه، لقى مكان مجهز ليه، يبقى لازم بقى اصلي. جايين الكنيسة بقى نصلي، نلاقي الكنيسة الله يا جمال الكنيسة، بس احنا مش جايين عشان مبنى او عشان ترتيب، ده كل ده بيترتب علشان احنا قلوبنا تخلي الصلاة اللي احنا بنصليها تفتح السماء. مش جاي اقول الكنيسه فيها مش عارف مين، ده انا شفت واحده داخله مش عارف بتقول ايه، ده انا شفت واحد ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده كله. لا، ده ربنا مجهز احلى مكان علشان يقدر يفتح ايديه يونان النبي ويصلي بعمق. وما احلاها صلاه يا احبائي حينما نكون في ضيقه او في تعب او في الم، واحنا بنبكي ونزرف الدموع ونصلي ونفتح قلبنا ربنا، ويبقى عندنا ربنا يدينا الاحساس ان ربنا لازم يستجيب الصلاه. ده كتير احنا كلنا بنصلي ونقول هو مش سامع ولا ايه، هو مش حاسس ولا ايه. اذا كنت انت نفسك مش حاسه بالصلاه، احنا بنقول ابانا الذي ونقولها في ثانيه. مرة واحد بيسأل قدامه واحد، قال أبانا الذي في ثانية، قال له أنت حافظ أبانا الذي؟ هي دي الصلاة اللي تفتح السماء، هي دي الصلاة. عايزين لما نقف نصلي نصلي بقلوب مفتوحة، ومهما كانت الضيقات والآلام جاية أبكي واترمي في حضن ربنا، وأبكي وأبكي قدام ربنا، علشان بعد ما أخلص الصلاة أحس الإيمان مالية، وأقول أبدا ربنا بعد ما صليت كده مش هيسيبني. بس هو إمتى ربنا هينفذ؟ مش بتاعتك دي خالص. رغم إن يونان حس بإن الصلاة مستجابة زي ما بيقول بيصلي، خلاص بعد ما صلى حس ان الصلاة دي خلاص، انا حسيت بان ربنا خلاص قبل الصلاة دي مني، اداني الامان واداني الثقة في نفسي. وهنقول الصلاة بتاعت يونان علشان ابقى مطمئن ان خلاص انا كنت مزعل ربنا، وحصل صلح بيني وبين ربنا، وابتدى ربنا يطبطب عليا ويعرفني او يعرفني ازاي هقدم له بقى واخلص اهل نينوى. رغم انه هو حس بان ربنا استجاب للصلاة، نسمع كده هو قال ايه: دعوت من ضيق الرب وانا متضايق وما احلاها صلاة. بس ارجوكم لما بنيجي نصلي، لما يكون الواحد فينا قلقان من حاجة او تعبان او خايف من حاجة، بيبقى عنده بس الهدف ان يدي تعليمات ربنا ويقول له انا خايف يا رب، انا مش. يا سيدي افتح قلبك، كلم ربنا وانت واثق فيه، كلم ربنا وقولي له ايدك الحلوه اللي دايما بتلمسني، دايما ساندني طول ايام حياتي، وما تسيبنيش يا رب. انت ما تسيبنيش ازاي؟ انا ماليش دعوه. انت هتوافق على اللي انا بطلبه ده امتى؟ برضو دي ماليش دعوه. انما حاجه واحده بس اللي انا عايز وانا بصلي وانا متضايق وانا تعبان، انك انت بس حسسني بانك انت سامع صوتي. مش لازم تكون سامع الطلبه اللي انا عايزها، لكن عايز انت تسمع. ولما انت تسمع يا رب كل حاجة هتبقى كويسة. ولما انت تسمع يا رب انت عايزني، هلما نتحاجج زي ما بيقول الكتاب المقدس، يلا نتناقش مع بعض، يلا نتكلم. ربنا بيدينا وبيسمح بالضيقات او الالام علشان يبقى فيه ديسكشن او مناقشة بيننا وبين بعض، عشان يبقى فيه كلام. عايزك تتكلمي وعايزنا نتكلم وعايزك تتكلم. ربنا هو كده، هو بيخبط، يفتح ويقف قارع ولا احد يغلق. اما افتح لي يا جميلتي يا حبيبي، ويدلع فينا وعمال افتح عشان خاطر افتح لي. ده ربنا واقف على باب قلبك اهو، واقف قول له افتح لي. شفت اللي حصل؟ شفت الموج؟ شفت السفينه عملت ايه؟ شفت اترميت ازاي؟ شفت الحوت عمل ازاي؟ وانت كنت نايم مش حاسس بحاجه؟ شفت انا عملت كل ده؟ افتح قلبك عشان تقدر تخلص الناس دي. افتح قلبك عشان تعدل الخطأ اللي انت، القرار اللي انت خدته خطأ وطلعت جري على السفينة عشان توديك ابعد حتة وفاكر ان انا مش هشوفك. ده انت رحت في اي مكان زي ما بيقول داود النبي: الى اين اهرب من وجهك يا رب؟ هروح فين منك؟ في اي مكان. فاكر لو نام تحت مش عارف ايه ولا عاش في جحر يبقى خلاص ربنا مش شايفه؟ ابدا.
وراك ربنا، وراكي، مش هيسيبك، مش هيسيبك، هيخلصك بالألم والتعب والضرب وكل حاجة. من يحب الرب ايه؟ الله. من يحب الرب يؤدبه، بالتأديب هترجع له، ولا لازم ترجع له زي ما هو عايز، بس طبعا لأن ربنا كله محبة. دعوت من ضيق الرب فاستجابني. الله حس ان ربنا استجاب لي ايه؟ وهو في الحوت، في ناس معلش نيجي نقول لهم بتصلوا لايه؟ هصلي يا ابونا، ده احنا عايشين في شقه، ده مش شقه حتى، ده اوضه. طب وايه رايكم يونان النبي كان عنده كام اوضه في المكان اللي كان بيصلي فيه؟ ها؟ ده بطن الحوت مش كده؟ هو ده محصله اوضه؟ انا مش عارف كان واقف ازاي ولا قاعد ازاي ولا فاتح ايديه ازاي ولا مش عارفين. ربنا انت بس انوي، وانت انوي انك تصلي وتفتح ايديك. افتحي قلبك وافتح قلبك. عايزين قلوبنا بس تتفتح لربنا عشان يبقى عندنا الاحساس، نقول زي يونان النبي دعوت من ضيق الرب فايه؟ فاستجاب. نقول والله دعوت من ضيق الرب، دعوت من ضيق الرب فاستجابني. الله، صلاة جميلة. كل واحد فينا عنده مشكلة يقول دعوت من ضيقي يا رب وانا متضايقة وانا متألمة. هو انت مش سمعت اليونان النبي؟ وتيجي تقول مفيش مكان اقف اصلي فيه. طب هو فين المكان ده؟ انت لو دخلتي المطبخ وانت قاعدة وانت كده بتشوف الاكل بيستوي، دعوت من ضيق الرب، مفيش مكان اكلمك فيه، بس ده احلى مكان ما دام انت هتبقى معايا فيه يا رب. ربنا مش عايز بقى الفخفخه والسكن والهيصه دي كلها، لا انت بس افتحي قلبك، قولوا له تعالى تكلم يا رب في ان عبدك ايه؟ سامع. بس يقول حاجه يا رب، كلمني يا رب، عشان خاطري كلمني. عشان كده وهو بيزرف اكيد وهو بيكلم ربنا كان يزرف الدموع. دعوت من ضيق الرب في ايه؟ الله. كل واحد فينا وكل حد فينا متضايق من حاجه، حتى لو فرحان اشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال. حاجه جميله انك تتكلم مع ربنا، تتكلمي مع ربنا، تصلي، بس ما ينفعش يبقى كلام مش مفهوم. انت نفسك وانت نفسك مش سامع نفسك، مش قادر تسمع نفسك وتحس بكل كلمة انت بتقولها. عمال تفكر انا هروح فين، انا هعمل ايه. هو انت جاي تصلي؟ هو انت بتصلي دلوقتي ناقل الدنيا كلها؟ ربنا سمح لك تيجي الكنيسة، سمح لك تيجي الكنيسة، كلمي بقى الرب. انا دايما بشوف ناس في الاركان ما تحبش تقعد في الاماكن الاولانية دي خالص، اي ركن كده مختفي فيه ويقعد هو وربنا، زي بطن الحوت اللي كان فيه مين؟ يونان النبي. احنا ما نختارش الشيطان ما يضحكش علينا ويقول لا هو انا يا ابونا انا مش فاضي. طيب يونان النبي كان فاضي ولا كان ايه؟ ده اتعلم حتى من البحارة اللي ما يعرفوش ربنا، رغم انه يهودي لكن علموه ازاي يصلي. قالوا له صلي يا رب عشان ربنا ينقذك وينقذنا. صلي يا حبيبي. جم يرموه، خايفين يرموه وقدموا ذبايح علشان خايفين. وانت مش خايف انك خالفت كلام ربنا يونان؟ صدقوني ده بيحصل معانا كلنا، نخالف ربنا كتير واحنا فاهمين ان احنا ماشيين مع ربنا. ايه رايكم لما نيجي نصوم الامراض تركبنا؟ ابونا معلش اسمح لي بس بكوبايه لبن. يعني ربنا مش هيعمل مفعول كوبايه اللبن دي؟ يا ابونا معلش يا ابونا اصل انا باخد مش عارف ايه ولازم اكل لقمه ولا بتاع. يعني ربنا مش هيحل المشكلة دي عندك ويأكلك أحلى كلام وأحلى تاكلي الحياة الحقيقية وتشربي مية الحياة اللي ربنا يشفيك منها أو يشفيك منها. بنعتذر زي ما كان يونان بيعمل، احنا كلنا بنعمل كده. كلم يا رب، كلم، سمعني صوتك يا رب. عايزين نصلي، عايزين نبقى ناس مصليين، عايزين نبقى ناس بنتكلم مع ربنا. احنا لما جينا اجتماع الصلاة اللي هو حاليا في الكنيسة ننشئ الاجتماع ده، البابا شنودة كان طالب صلاة علشان كان في موضوع وقال مش هينفع فيها الا الصلاة. ومن هنا من اللحظة دي معانا طبعا تصوني جيهان معانا في الاجتماع، جت جديدة معانا وهي كانت في اجتماع الصلاة وكنا كلنا بنصلي وفاتحين قلوبنا، وتعامل اجتماع الصلاة في الكنيسة وبقى حاجة كلنا
بنتمتع بيها، وزي ما احنا هنا بنصلي وسبحته بالترنيم. عايزين نعرف نكلم ربنا ازاي. انا احفظ حاجة؟ هو يونان كان متعلم؟ هو يونان كان حافظ كلام؟ لا، ده الكلام جاي على لسانه، ربنا بعت له الدسكشن او المناقشة، هلما نتحاجج، يلا نتكلم مع بعض، يلا نعيش مع بعض. اسمعوا باقي الصلاة يا احبائي. دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية. صرخة سمعها ربنا. احنا نفسنا بنبقى عمالين نتكلم، لا مش مهم صرخة يعني نصوت، لا ده صرخ قلبه بيصرخ جواه وسمع ربنا. انت تقدري تصلي الصلاة الجميلة دي؟ انت تقدر تصلي الصلاة الجميلة دي تبقى عمال تئن وتصرخ، ولا تقول ما بيعبرنيش؟ الله، هو انت وربنا يعني انت بتحط انت ند ربنا؟ يعني انت زيك زي ربنا كده يعني؟ معقولة؟ اصرخ، خلي قلبك يحركك من جوه، من غير ما حد يبقى حاسس بيك الا انت وهو بس، انا وانت وبس يا رب. دوق حلاوة ربنا، دوق طعم ربنا وانت بتصلي. واحنا بتعدي علينا صلوات ونقول كتير وبنصلي ولا بنصلي ولا كأننا ولا في حاجة ولا يتحسب لنا ده حاجة خالص. الصلاة اللي تخليك بعد الصلاة تبقى امنت، عندك ايمان قوي ان ربنا هيريحك وهيسمع ليك. ازاي؟ لا ماليش دعوة. تحل ازاي؟ انا ماليش دعوة. هو يونان ما طلبش حاجة، يونان ما طلبش حاجة، هي ضيقات حواليه المية والدنيا واترمى في المية وكل اللي انتوا سمعتوه عارفينه وحافظينه، دي كل الضيقات اللي حواليه. انا هعمل ايه يا رب؟ قول لي اعمل ايه؟ انا مش عارف هعمل ايه، انا خالفتك، انا تعبتك. نقدر نعمل زيه كده؟ نقدر لما نكون زعلانين من بعض، معلش حقك عليا، انا زعلتك، حتى لو انت انت ليك حق عند اللي انت بتكلميها، انت تعتذري لها. ما شفنا البحارة ما يعرفوش ربنا وخايفين على يونان وبقوا مرعوبين، وهو قال لهم ارموني وخايفين يرموه. انت بتخافي على اللي قدامك، رغم ان الاتنين يونان يهودي والبحارة دول حتى مش من الامم، ما يعرفوش ربنا خالص، ومع ذلك خايفين على يونان. بتخافي على اختك، بتخافي على اي حد شايفاه قدامك، بغض النظر هو مسيحي ولا غير مسيحي. انا مش هنقي، انا ربنا غارس المحبة اللي تخليني احب كل الناس، مديني كم الحب اللي انا دقته من ربنا يخليني اغرق الناس محبة وحب. لكن مين اللي هقول له عدوك احب اعداءكم باركوا لعينيكم صلوا من اجل الذين يسيئون، صلوا من اجل الذين. بتصلي؟ واحدة ضايقتك، واحد ضايقك، بتصلي لها ولا بتروحي متضايقة؟ ولا تبقى عماله وكالات الانباء شغاله والتليفونات والموبايل شغاله وكله عمال يقول دي غلطت خلاص، يبقى عايزين ننفذ فيها حكم الاعدام او ننفذ فيها حكم الاعدام. اهو كانوا بيصلوا علشان واحد ما يعرفوهوش، كانوا بيصلوا علشان واحد في ضيقه ومش عارفين ده هو اللي حكى لهم، وكان امين في حكايته علشان يعرفهم ان هو خالف ربنا. صرخت من جوف الهاويه فسمعت صوتي لانك طرحتني في العمق. يا سلام يا رب، يعني علشان ربنا رماه في جوف الحوت، سمعوا من تحت. مش جاي اقعد بقى وعايز لي مكان اصلي فيه، واصل العيال صوتهم ما بسمعش خالص، والعيال بيضايقوني مش عارفه اصلي، مش عارفه، وكلها اعذار والشيطان بيضحك علينا. ده قال له من جوف الهاويه، من اخر حاجه صعبه جدا، وانت يا رب بتسمع، انا بصرخ وقلبي عمال يصرخ وانت عمال تسمع لصوتي. كل ده تدريب ليونان علشان ينقذ نفسه وينقذ اهل مين؟ نينوى. واحنا كلنا لازم نصلي علشان ننقذ انفسنا اولا، مش نروح في البيت ونعمل قديسين على ازواجنا وعلى اولادنا. لا، انت تنقذي نفسك وانقذي اللي حواليك وانت اقل من اللي قدامك. انا قلت لكم من اول ما اتكلمت معاكم، في ناس ما بتجيش الكنيسه علشان الكلام الدعوه اللي بتجي لهم علشان يجوا الكنيسه دعوه صعبه، ما بيقبلوهاش لان بيحسوا ان اللي بيدعوهم احسن منهم. معلش، احساسه كده او احساسها كده. لكن لو حس منك ان انت خايفة، لو حست ان انت خايفة عليها وخايفة كمان على نفسك، ويلا كلنا نتكلم مع ربنا ونصلي زي ما شفنا الصلاة الجميلة اللي يونان النبي بيصليها. فسمعت صوتي لأنك طرحتني في العمق في قلب حار، فقلت قد طردت من أمام عينيك. طردتني يا رب. هو اللي طردك ربنا؟ ما انت اللي كنت هربان. اهو بيعترف بالهروب وبيعترف بكل حاجة زعلت ربنا. علينا كلنا
ما نبقاش واقفين احنا قديسين ومحدش احسن مننا، نبقى قدمنا ونعمل زي العشار والفريسي والعشار، وكل واحد منهم نفع والتاني ما عرفش يصلي. لا، احنا عايزين نقول له احنا خطاة يا رب، احنا نستحق اللي انت بتعمله معانا. النهارده حد كلمني كلمه ضايقتني، انا استحق الكلمه دي. كان لازم مش بس الكلمه دي، ده انا كنت عايز اسقع اكتر من كده وافظع من كده، مش نروح مكتئبين علشان حد زعلنا بكلمه، علشان حد عمل حركه. دي بتبص لي يا ابونا، بتبص لك ايه؟ لا هي بصراحه مش بتبص لي كده بصه زعلتني منها خالص، حتى البصه. طب انت هي تبص لك كده، اطلبي لها ان هي حتى لو حسيتي بكده ان ربنا يديها نعمه المحبه عشان تبص لك، انت تبص لها بصه حلوه، تعلميها ازاي تبص لك وتتكلم معاكي، زي ما شفنا هنا في جوف الحوت يونان النبي. وقد اكتنفتني مياه الى النفس، احاط بي غمر، التف عصب البحر براسي، ثم اصعدت من الوهده. ويعترف ان هو وصل لحاجة كويسة خالص مع ربنا في علاقته بربنا، وخلاص الكلام، وربنا حسسه بالاستجابة. ورغم ان ربنا هو حس بان ربنا سمع صلاته، قعد في بطن الحوت كام يوم؟ 3 أيام. 3 أيام، رغم انه حس باستجابة ربنا. مش جري بقى من الكنيسة وقال خلاص ربنا ونسي ربنا بعد ما ربنا حلله مشكلته او كده، لا، ده قعد 3 أيام في بطن الحوت. ودي بتفكرنا بالمسيح لما قعد 3 أيام فين؟ وقام من الأموات. قام يونان النبي من جوف الحوت اللي كان ممكن يبقى هو من ضمن الأموات كما قام المسيح. وطبعا صوم يونان النبي بنصومه قبل الصوم المقدس ب15 يوم، ونصوم الصوم الجميل بتاع يونان النبي. انا مش عايز اطول عليكم علشان الدنيا، وعندنا كمان تسبيحه عشان ما نعطلهمش، وانتوا كمان كفايه عليكم كده. بنتعلم كتير قوي من الصلاه دي، ما حدش يهرب من كلام ربنا. وكلام ربنا مش هيجيلك بس ان هو ربنا لازم يكلمك، لا، ممكن لسان ربنا حد قدامك يقول لك خدي بالك من نفسك، انت مش شايفه نفسك كويس، تعرف ان ده صوت من عند ربنا، لان انا عندي الكبرياء، ده صوت بعته لك ربنا تسمعيه. زي ما يونان النبي سمع صوت ربنا من خلال كل الهيجان بتاع المية واللي حصل كل ده، اليونان سمع صوت ربنا وفي الاخر وصل لجوف الحوت او داخل الحوت. علينا كلنا نقدر ما نهربش من كلام ربنا. ما تهربيش من الصح، ما تهربش من الصح. هعمل الصح حتى لو كنت هروح فين. انا متعلم كده، وهو يسوع حبيبي هو اللي علمني كده، ما اقدرش اخالف ابدا طريقه. انا هو الطريق والحق والحياة، ما اقدرش اسيب طريق ربنا. حتى لو كان نسمع عن ناس كده لهم محبة كبيرة، يقول لك الست دي ماشية زي القطر ما ماشي على القضبان، ما تعرفش تروح شمال ولا تروح يمين، ما تعرفش تلون، ما تعرفش تكذب، لكن ماشيه كده في اتجاه طريق الرب، الطريق المستقيم، زي القطر ما ماشي على القضبان، لا يروح شمال ولا يروح يمين. كمان بنشوف الناس اللي ماشيه كده مع ربنا، ما تقدرش ابدا تحيد شمال او يمين، لكن ماشيه في الطريق صح وماشيه مع ربنا. وده علمنا ان احنا ما نحدش عن ربنا، ونصلي دايما نقول دعوت الرب في ضيقي فاستجابني، صرخت من جوف الحوت فسمعت صوتي. من يجي علينا ان احنا ما نطلعش من اي صلاة الا لما نحس ان ربنا استجاب للصلاة. بس امتى؟ لا، وما حدش يقول طب اشمعنى يعني بتأخر عليا. طب اخر حاجة بقى بقولها لكم، لما ابونا ابراهيم طلب نسل، وعدوا ان هيديله اسحاق، جاله بعد كام سنة؟ بعد كام؟ 25 سنة. يعني ربنا وعده بان هيبقى في نسل علشان اسحاق يجي، بس استجاب لهذا الوعد بعد كام سنة؟ لما احنا يتأخر علينا. هو بيسمع صوتنا، ما بيسمعش عنا كلام خالص. ادي احنا بنقول وندي لابونا ورق يتحط على المذبح ونصلي ونبكي ونعيط ولا هو سامع. 25 سنة. ابونا ادم بعد ما اخطأ سمع الصوت ان لازم هيبقى له الخلاص، ولكن الخلاص قعد فترة طويلة جدا لحد ما جه ملء الايه؟ الزمان. كم سنة؟ قد ايه؟ ما سألش. امتى يا رب هتحل المشكلة؟ ما تسألش. فين يا رب؟
برضو ما تسألش. احنا علينا بس ان احنا نصلي ونحس ان ربنا يستجيب. امتى ربنا يستجيب دي مش بتاعتك خالص، ويستجيب للي انت بتقوله ولا ما يستجيبش مش بتاعتك خالص ولا بتاعتك. لكن احنا علينا نتكلم ونتحاجج مع ربنا زي الصلاة الحلوة بتاع يونان النبي علشان يدينا الخلاص، وما ندورش امتى ولا ازاي ولا اتأخر ولا نقعد نحاكم ربنا عشان نتمتع زي ما النبي فعلا راح لأهل نينوى وقدم الطريق الحلو لربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين آمين. الليلويا زوك سابتريك José Barengo en Mojio Benchoi Tidul Begreto Slave Clementiron Bieden Dik Mere Tote Joini Aron Ni Mominim Ni Setinim Ni Karvos Ni Maravana Kiele Toi Kirie Bloketonamid Moeroid Timitaniak Koni Evan Gombies Mo sus benoti Amin Eteshobi يا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا جيسوك تتيجوهم نبيونا بزمون بأمايشان يمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض قدرك يا فلاطي اليوم وكل الذين بلغ كما رقت ولكن جينا من المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. محبة الله الآب ونعمة الوحيد شركة وموهبة الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون